هل ممكن مريض السكر يعمل زراعة؟ الإجابة باختصار مريض السكر ينفع يزرع زيه زي أي حالة عادية بتجيلنا العيادة، لكن بشروط. طب يا ترى هل الشروط دي صعبة؟ والإجابة إطلاقا. كل المطلوب هو المحافظة على انتظام السكر، مش بس عشان الزراعات لكن عشان الصحة العامة للمريض اللي الزراعات جزء منها. وطول ما المريض مهتم بنظافة الفم ومنظم سكره فهو زيه زي أي شخص عادي جدا، والزراعات دي مستحيل تفك من مكانها. وعشان كده لما بيجي مريض السكر يطلب طقم متحرك ظنا منه انه ما ينفعش له زراعة، بنبدأ نوضح له ونفهمه ان الزراعة تنفع له عادي جدا، لكن الاول نعمل تحاليلنا اللازمة واللي اهمها هو تحليل السكر التراكمي. وبعد تظبيط السكر بنقوم بعمل عملية الزراعة بشكل بسيط جدا، وبعد فترة الزراعات بتمسك في مكانها وبنقوم بعمل التركيبة النهائية. فلو انت مريض سكر فانت محتاج للزراعة زيك زي الشخص العادي، تجنبا لمشاكل المعدة اللي ممكن تحصل مع الوقت نتيجة عدم المضغ الجيد للأكل. واحنا في عيادات دكتور عمار بنضمن لك زراعة آمنة بمتابعة مستمرة وبأعلى نسبة نجاح بفضل الله. دكتور عمار دنتال كلينكس، اختيارك الأول.